صباح الخير يا حلوين، أو مساء الخير. اليوم أني بباريس وردت يعني أشارك وياكم أشياء بسيطة من هذه الرحلة مالتي. هاي من الأشياء الجميلة اللي الأصدقاء عندي يسألون دائما عن شنو مميزات ألمانيا. من الأشياء الجميلة بألمانيا إنه أنت في وسط أوروبا، يعني أنا 5 ساعات عن باريس أركب سيارتي أطلع أروح لباريس. أمستردام أقرب، عن فيينا مو بعيدة، يعني هواية مدن أوروبية تصير قريبة عليك. راح أحاول أشارك وياكم أشياء وأحاول ما أبقى بالجانب الإيجابي، لأن يعني باريس فيها شغلات حلوة وفيها شغلات مو حلوة، بس هي بالنهاية أنا باعتقادي يعني اللي شفته بهواية مدن هو مو يعني الإيجابية المطلقة أو السلبية المطلقة، وإنما إنه الإيجابيات تغلب على السلبيات، هو اللي يسوي المدينة جميلة. يلا خلي نتفرج شوي شوي. هاي واحدة من أجمل الأشياء باريس، وهي المطاعم اللي على الرصيف. الناس تلقاهم قاعدين هواية. هسه أنا طالع من الصبح من وقت ماكو ناس، بس يعني المطعم شكله حلو جميل. شوف هذا الشيء ثاني ما شفته غير بفرنسا، وهو تزيين الواجهات بالورود. يعني هذا الشيء يعني أشوفه جدا جدا رائع، ما شفته بغير دولة. يبدعون، وبوقت الكريسماس وقت رأس السنة يصير ورود وأضواء، يعني فالشيء جدا جدا جميل. أحب هاي الشغلة. هاي البنايات الباريسية يعني همين أشوفها جدا جميلة. الستايل مالتها، البالكونات، يعني هي مو مبالغ بيها، بس مو بسيطة مثل يعني غير مدن ولا قديمة. يعني بيها نوع كلش جميل من الرقي. هاي واحدة من أكثر الأشياء اللي أحبها، الركض على النهر. شيء جدا جميل. هذا نهر السين، أو أعتقد يعني فرع من نهر السين، ما أدري شكله تغير بصراحة، ما أدري، ما واثق من الموضوع، بس ردت يعني أصور هذا الولد اللي يركض على النهر. كلش يعجبني هذا الشيء. يعجبني الصبح يعني هم يعني بالمدن الغريبة أطلع يعني أركض بالمدينة، لأن بركض تقدر تفتر بسرعة وتشوف أشياء ما تشوفها، يعني تطول أكثر إذا تمشي، وخصوصا إذا من الصبح من المدينة بعدها ما مخبوصة، يعني فشي كلش حلو. هاي بعد نايم النهار. بس مثل ما قلت أنا هذا الفيديو مو بس فيديو بيه شغلات إيجابية. واحدة من الشغلات السلبية باريس وبأكثر من مدينة كبيرة مثلا يعني بأوروبا مثل برلين، هي إنه يعني مو تماما نظيفة. يعني أنت تشوف هيجي شغلة هنا مثلا بالقاع، يعني أحسن ما واحد يضوج هم يقدر شوية يشيلهن يساعد البلدية. بس يعني دائما أقول إنه يعني لا جلد الذات هذا خلينا نجوز من عنده. مرات دائما هناك ما شنو، اكو ناس مثلا اروح لسويسرا وين الناس الزينين. يعني الناس هم هنا اي شكل هنا شكل، يعني ماكو، ما اعتقد اكو بالمطلق ناس زينين وناس مو زينين. بالمدن الكبيرة تلقى وساخة بالقاع، اذا شفتها وزعجتك شيلها، هذا احسن شيء تسويه. يعني حتى باريس هم يعني يجي، وبرلين المدن الكبيرة شوية يصير اكثر يعني اتساخا من المدن الصغيرة. يلا خلينا نكمل فراتنا على موضوع التزيين بالورد. هاك تفضل. يعني ترى شغلة كلش جميلة، كلش مخيفة. شنو هاي؟ ما يقدرون هاي يسووها بس الفرنسيين. الحركة شقد حلو. هذه واحدة من الأشياء اللي أنا مو كلش أحبها بباريس، وهي الحركة مال السيارات والماطورات وهاي الأشياء. باوع تلقى ماطورات، تلقى بايسكلات، تلقى سيارات. هاي الشغلة يعني بالنسبة لواحد جاي من ألمانيا يعني صعبة، لأن احنا بألمانيا ماطورات ماكو قليل كلش، والبايسكلات عندها طريق خاص بيها ما تمشي بنص السيارات. فأنا أحس نفسي يعني أحس نفسي خايف على الناس إنه باوع عليهم. هذا شلون هذا؟ لا أبو الماطور ينضرب، لا أبو شوف تفضل أبو سكوتر بنصهم. شنو الموضوع؟
اقول يا ربي دير بالك عليهم لا يصير بيهم شيء. هاي تفضل، هاي الزينة الحلوة مال المطعم. هذا الشيء ما شفته غير فعلا بس بفرنسا، جدا جميل. خل اطلع شوية من قدام المطعم وارجع اصور. هذا نهر السين يا جماعة. قبل شوية كان انذار خاطئ، هذا كان يعني ما ادري شنو، فد شيء صغير، بس هذا نهر السين هاته. واحنا جاي نتمشى نروح الكاتدرائية نوتردام. نوتردام ذيك من القصة مال احدب نوتردام اللي قاريها. وهاي مرينا على هذا الجسر، بس ردت اصحح الحكي مالتي مال قبل شوية، قلت هذا السين هذا نهر السين هاته. هذا هم مكان عجبني، لا ميزون دي اورشيدي، بيت الاوركيدات. شلون النبتات هاي حلوة، شلون النبتات هذه حلوة جدا جميلة. هذه كاتدرائية نوتردام اللي بالقصة الشهيرة أحدب نوتردام. هذه كنيسة ساكرا كور، واحدة من أجمل الكنائس طبعا اللي أنا شفتها. والحلو بالكنيسة مو بس شكلها وإنما موقعها الرائع اللي صاير على فتل مطل على مدينة باريس. شوف هاي باريس كلها تصير جواك من هاي، تونس. ورا ما نزلنا من هاي الكنيسة ساكرا كور فوق هنايا نافورة وميها كلش حلو. فخليت رجلي هنايا شوية وجيت شوية برد لأن الشمس كلش عالية. خلنا نسوي شوية بالمي. بعد ما تنزل من فوق من الكنيسة، كنيسة ساكرا كور، تدخل منطقة اسمها ماونت متر. هاي المنطقة الشعبية مثل ذكرني بشارع النهر. وهناي اكو فد واحد ابو موطة، يا بشون موطة عنده، لازم تجربها اذا تجي. بعد انتظار طويل يوم هذا ابو الموطة الحنين الابي تطلع لك هاي الموطة. خوش موطة شكلها، ألف عافية. تقريبا مشي يعني نص ساعة إلى 45 دقيقة توصل إلى مولان روج. مكان جدا جميل، طبعا بيه عروض مسائية يقدر واحد يفوت لها، بس احنا ما كان عندنا وقت انه نفوت عرض، تفرجنا بس على المكان من برا وطقينا صور ومشينا. باع الناس ايش قد متجمعنا هاي. وهذا برجيلي.
خلي اقول لكم عمين الشغله صارت وياي اول مره شفت برج ايفل. كانت مرتي وياي وصلنا وشفته هيجي، قلت لها شو هذا البرج مو وصفه، تتفاعلون لونه حتى بس لونه حتى بالتليفون هم يعني ما يبين لونه، هو جوزي مو اصفر. ما ادري ليش كان على بالي انه هو اصفر. ايوه هذا من الشغلات اللي تضحك اول مره صارت بي من جيت باريس. وهذا هم قوس النصر، واحد من اجمل معالم باريس. والشغله بقوس النصر همين انه مو بس تطق صوره قدامه، قوس النصر لازم تصعد فوق تشوف ذولاك العالم الصغار الفوق. هسه راح اقول لك ليش لازم تصعد فوق. No me grites más, no me grites más. يابا هاي شغلة لازم ما تفوتها إذا تجي لباريس، اللي هي شنو؟ تصعد على قوس النصر فوق. هاي عباد الله الله يرويكم، عباد الله كلها هنا متجمعة. ليش؟ لأن من يضوي البرج هذا أحسن مكان تشوفه من عند هاي الشغلة. شغلة ثانية تقدر تشوف أنت باريس كلها وتشوف شوارع حلوة الحلوة مثل شامسليزيه، بس هو أحلى شيء من تظلم الدنيا ويضوي البرج. هاي اللقطة رائعة لا تفوتها عليك. بس يراد له لياقة مضبوطة طبعا، درج حنين. الثانية يمين وقفت يعني بنص الطريق، اخذت لي نفسين وبعدين كملت. يعني الدرج مالتها حنين، يراد لك كلش وش لياقة حتى تصعد على قوس النصر فوق وتتفرج على برج ايفل من يقوم يضوي من تصير هالاضواء كلش. طبعا أنا من أروح مدينة جديدة أحب أتمشى بالمدينة بنفسي حتى أشوفها، أحس بيها، أسمع الأصوات. وهاي كنت أتمشى وفتت بهذا البارك هيك كان قريب على المكان اللي احنا قاعدين بيه. بارك كلش حلو. احنا كنا قاعدين بمنطقة لا ريبوبليك يعني جمهورية، وهذا المكان كان قريب علينا حبيت أروي لكم إياه. قبل شوي انتقدت اني الخربطة بين السيارات وهالاشياء بشوارع باريس، وهسه شفت شي جدا جميل اللي هو شارع مال بايسكلات. شوف ذاك هو شارع مال بايسكلات، من هناك تفوت العالم. يعني هاي الشغلة اشوفها اني حلوة. مرحبا، الشمس عالية بعيني. هاي الهرم مال متحف اللوفر. هسه راح نطوف احنا حاجين
متحف اللوفر بيه شغلتين كلش مهمات انا باعتقادي، يعني لازم اشوفه، وبيه كلش هواية شغلات حلوة، بس شغلتين كلش مهمات. اول وحدة هي الموناليزا، هسه ما رتبتنا على ترتيب يعني. ثاني واحدة هي مسلة حامورابي. انا بالنسبة لي كواحد جاي من العراق اريد اشوف مسلة حامورابي، طبعا شاركها ارده بس يلا خالد. اي قبل لا تجي اللوفر، لا تجي اللوفر لازم تحجز تكتات، لان باوع السرة شلون واصل له بموزه. السرة مال الناس، هو السرة مال الناس المشترين تكتات همين مو قصير، ذاك هو تشتري تكتات على وقت معين وتجي تفوت للأوفر وتفتر وتشوف. وهم راح تلقى جو مثلا على الموناليزا السرة كلش طويل. على المسلة آخر مرة شفت هنا يعني ما كان السرة كلش كبير على مسلة حمرابي، بس هالمرة ما أدري خلينا نشوف. هسه أنا راح أفوت ويجوز أصور لكم همين المسلة. شوف هاي بعد ما تعبر السر الأول وتدخل اكو سر ثاني حتى تدخل جوه وشوف العالم السر ايش طوله. وهذه القاعة الزينة اللي احنا دائما نزورها، اللي هي قاعة الشرق الاوسط، وبيها جزء مخصص البلاد ما بين النهرين اللي هي اليوم اسمها العراق، وبي هاي الثور المجنح وانواع الاشكال الجميلة. هذه همين قطعة من بوابة عشتار. البوابة الأصلية موجودة في متحف البرغامون في برلين. هذه هنا همين فد صورة توضح امتداد الإمبراطورية البابلية في أوقات مختلفة. وهذه هي أهم قاعة بالنسبة لي بمتحف اللوفر، القاعة اللي أني كل ما أجي يصير عندي فد إحساس يعني لا يوصف، ما أعرف يعني يصير فد شي يعني بجسمك ما أعتقد أقدر أوصف لك إياه. شوف هاي الناس كلها وين ملتمة، هاي الناس كلها ملتمة يم مسلة حامورابي، أول قانون بالتاريخ. هذه هي المسلة الأصلية. أتمنى أنه كل عراقي يقدر يعيش هاي اللحظة، أنه يوقف في حضرة هذه العظمة. طبعا هواي ناس يحسون بحزن من يشوفون هاي اللقطة. أنا باعتقادي أنه ماكو داعي تحس بالحزن، لأن أنت عندك فرصة اليوم أنه أنت ولو بجزء قليل تعيد هذا الإرث. بدل ما نحزن على الماضي، يا ريت نوجه كل تركيزنا وكل طاقتنا للحاضر، وكل واحد من عندنا يحاول يكون جزء صغير من حامورابي. حامورابي شنو اللي سوى فد شي زين للإنسانية. حاول أنت همينة باللي تقدر عليه تسوي فد شي زين للإنسانية، وباعتقادي بعد يعني عشرات السنين راح يكونون هواي ناس فخورين بإنجازك. طبعا متحف اللوفر مميز بالقطع الفنية الرائعة اللي موجودة به. هاي واحدة من القاعات اللي صادفتنا باتجاهنا للموناليزا، يعني لوحات فنية رائعة، الإضاءة، الألوان، التجسيد، فشي جدا جميل. طبعا أفضل شي واحد يسويه إنه هو يعني أجر له مرشد سياحي يروي اللوحات المهمة، اللي أنا كمية الآثار وكمية اللوحات هي هائلة، ما تقدر أنت يعني شلون يقول تعرف وين تودي عينك بهذا الوقت الصغير، هاي النافذة الصغيرة من الزمن اللي عندك. احنا بالنسبة لنا مثلا بهذه زيارتنا رحنا للثلاث أشياء. شفنا مسلة أو أشياء كانت مهمة، إن هي مسلة حامورابي، الموناليزا، والجناح الآثار الإسلامية. راح أرويك هاي الأشياء هسه همينة، هسه أرويك. وصلنا وأخيرا إلى قاعة الموناليزا. شوف هاي الناس كلها ملتمة على ذيك اللوحة رائعة ليوناردو دافنشي. طبعا أنا هذا الشيء دائما يثير اهتمامي، شلون الإنسان يخلق هيك قطعة خالدة. هذا هو الشيء اللي سواه ليوناردو دافنشي. بعد انتظار وصلنا إلى اللوحة. طبعا يعني ما أعرف لا يوصف. أنا يتهمني التفاصيل اللي خلت هذه اللوحة همينة قيمتها لا تقدر بثمن، طبعا أكثر من
بليون دولار وما تنباع اللوحة، تخيل، وباوع الناس شلون ملتمة تباوع. هذه قاعة خلينا نقول الآثار الإسلامية. طبعا القاعة مشيدة بمساعدة الأمير الوليد بن طلال. أعتقد هذا مثال جدا جميل على أنه شنو ممكن واحد يسوي بفلوسه إذا يعني قدر يبني خلينا نقول إمبراطورية حلوة، يسوي هيجي شيء مثلا قاعة كاملة. طبعا قاعة جدا ضخمة في متحف اللوفر، تعرف بالتاريخ والتراث الإسلامي. قاعة جدا جدا رائعة جميلة. الشكر يعود به الأمير الوليد بن طلال اللي ساهم في بناء هذه القاعة. طبعا مكان جدا حلو الواحد يعني يمر بيه، هو الجيفت شوب، متجر الهدايا مال المتحف. انا طبعا يعني ما اشتري اشياء لان انا اؤمن انه يعني collect moment not things. اجمع لحظات لا تجمع اشياء، لان يعني بالبدايه كنت اول ما طلعت من العراق كنت كل شيء اشوفه قدامي اشتري، بعدين صار لي كل شويه اشياء. هسه انا بالنسبه لي حريتي هي اهم، وحريتي معناتها انه انا اجمع اقل اشياء، وهذا الشيء معناته انه مو وين ما اروح اجمع اشياء واشتريها. بس احب انا افتر بالمكان، احب اشوف الاشياء، احب اقلب بالكتب، ومرات اخذ مثل الكتب اللي تعجبني من هيك مكان. ومكان حلو اذا واحد يمر بيه ويشوف شكو ماكو بيه بالجيفت شوب. هاي كانت وقتنا بالمتحف اللوفر. تفضل. هاي مرة ثانية هذا الورد الرائع. طبعا على بعد خطوات من متحف اللوفر هاي ذي الحديقة جميلة جدا اللي بيها همينة مدينة ألعاب، ما أدري ايش اسمها زين. بس هاي الحديقة بيها مشكلة وحدة، ما تقدر تقلب بيها جدر دولمة. ممنوع لأن يعني تفوت على الثيل. بس كلش حلوة، كلش تونسنا بيها وقعدنا بيها ارتاحينا بعد جولتنا بمتحف اللوفر. بعدين من تطلع من الحديقة تعبر فوق نهر السين. أنا أنصحك إنه تعبر لأن الجهة الثانية تخبل كلش حلوة. هاي الشغلة ما شفتها غير بباريس. اويلي تفرج العالم، اكو جيم على نهر السين وذول الشباب قاعدين يتدربون، وشوف شلونهم الواحد يستحي من نفسه. ما شاء الله عليهم. هاي الضفة تصير احلى واحلى كل ما تطلع عندها شوية لقدام. هاك تفضل. هاي ذول العالم والله ما اعرف هذا شو اسمه، سكيت بورد اسمه بالانجليزي، بس ما ادري شو اسمه بالعربي، لوح تزلج خلينا نقول. وهاي الشباب والشابات شوف شلون يسوون حركات، يسوون شغلات. وي 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 شني هاي.
وهاي بعد ما مشينا تقريبا ساعة اعتقد بين متحف اللوفر الى ان وصلنا لهذه البقعة جدا رائعة امام برج ايفل، حتى نشوف هاي اللحظة الساحرة. الساعة 11 من البرج يقوم، دا تشوفون ما تقوم يجي ضوي يلمع مثل النجوم. لحظة جدا جدا ساحرة. هذا ديزني بارك. هذا اليوم قضيناه بكامله في ديزني لاند، مدينة ديزني اللي صايرة على أطراف باريس. مكان يخبل. أحسن شي واحد هم نفس الشي طبعا يحجز لازم تيكت من وقت، ولازم أنا برأيي يجي من تنفتح الأبواب يدخل للمكان. هسا راح أشوفك السبب اللي قدام. هاي نصيحة قبل لا تفوت قبل. بالبداية اكو اول ما تطب منك تمشي باتجاه قلعة الاميرات، هذه اللوحة مكتوب بيها شقد لازم تنتظر على كل لعبة. شوفها وابدي باللعبات اللي خلينا نقول وقتها قليل حتى تركب هواي لعبات. وهذه قلعة ديزني اللي تطلع بكل الافلام بالبداية. طبعا هاي شلون اللي تصير بالبداية اللقطة هم يسووها بنهاية اليوم، كل يوم ديزني لاند. اذا تبقى لنهاية الفيديو راح تشوف لقطات من هذا العرض اللي ما إله مثيل بالعالم. عرض يعني ما اعرف شو اقول عنه، احسن شي تشوف بنفسك. طبعا الغداء بديزني لاند قضية، لذلك ردت اذكر لكم هذا المطعم. اكو بديزني لاند منطقة اسمها اغربة على المدينة اللي بالفيلم مال علاء الدين، هذه بيها مطعم. هذا المطعم توب للعرب لان بيه اكلات كلش عجبتنا، وتقدر تاكل براحتك، ويعني كلش جدا طيب. اذا تيجي ديزني لاند روح لهذا المطعم. نص المدينة اكو هذه الكاروسيل اللي جدا جميلة. اعتقد الكاروسيل اللي موجودة بحلم كل طفل مهما كان عمره. حتى اكو اطفال اكبر من 40 و50 سنة واقفين هنا. بعد متاهة طويلة عريضة توصل إلى قلعة أليس. أليس في بلاد العجائب، هاي القلعة مالتها. طبعا واحدة من أروع الأشياء بمدينة ديزني هي إنه أكثر مرة خلال اليوم يسدون الشارع ويسووا لك هيك عرض. تفرج ما راح أحكي.
تتذكر قلت لك فوت من وقت؟ هذا السبب، لان انت تدفع تكت مرة واحدة بس، توقف سرعة على كل لعبة، والسرعة حنين. طبعا هي ديزني لاند مقسمة إلى مناطق، يعني كل منطقة بيها مجموعة من الألعاب، مجموعة من الأطفال الصغار، مجموعة من الأطفال الكبار. هذه مثلا للأطفال شوية كبار مثلنا. وبيها هاي اللعبة هايبر سبيس ماونتن، يعني تقدر تسميها سكة الموت، بس سكة الموت شوية متطورة. لعبة كلش حلوة للناس اللي يحبون السرعة، يعني هاي الشغلات. شوف هذول العالم الراجعين شلون وجوههم مصفرة. هذه القلعة مرت الله، قلعة الأميرات. زين، وهذا المكان اللي قدامها طبعا هو العرض الأخير ساعة 11، بس من ساعة 8 بدون الناس يقعدون. شوف هاي الناس يفرشون فرشات ويقعدون، لأن بعدين ما تلقى مكان. يعني هي المدينة كلها شوف ايش قد بيها آلاف الزوار يتجمعون بهذا المكان حتى يشاهدون. هاي اني وقاعد هنايا، وكان هذا الولد يقعد على ركبه ونص، و شلون يقول طلب ايدها لهاي البنية للزواج. فاللقطة كانت كلش جميلة بهذا المكان. تفضل شوف شلون يصير الوضع بعد كم ساعة. يعني هاي بعد العرض ما بادي، شوف ماكو مجال من الازدحام.
وهاي راح يبدي العرض، وراح أخليكم ويا هذه اللقطات القليلة من هذا العرض تتونسون بيها. يا رب يعجبكم الفيديو، عفونا تعليقاتكم، عفونا ملاحظاتكم، وشاركوا الفيديو إذا عجبكم ويا الناس الباقين، ويا 100 هلا فيكم. Let's make the future brighter than ever. Ensemble, rendons l'avenir plus brillant que jamais. La magie ne fait que commencer. The magic, it's just begun. The future holds so much more than we've ever seen It's our problem-free philosophy. I don't have a time.